تأثير الفراشة. في مرة كنت حاضر محاضرة مع دكتور كبير في جامعة الملكة في إنجلترا، كان بيحكي للطلبة، جايب لهم صورة كده الناس سكرانة في الشارع، بيقول لهم انتوا عارفين أحد أسباب التقدم في أوروبا هو البن. فالطلبة مستغربة، إيه دخل البن في التقدم بتاع أوروبا يعني؟ بيقول لهم زمان كانت المية في إنجلترا وفي أوروبا كلها ملوثة، وعلشان الناس تشرب مية آمنة لازم يحطوا لها كحول، ولو حطيت مية ليها كحول فأنت هتسكر، تمام؟ فكانت الناس تمشي مطوحة في الشوارع، لغاية ما عرفوا إنه إحنا ممكن نعقم المية، نسخنها، نحط عليها مشروب زي القهوة، والقهوة كانت بتيجي من اليمن، عشان كده الموكا جاية من مخا في اليمن. فجات القهوة وكويسة للتفكير وللدماغ، والناس بدأت تعمل قهاوي وثقافة، وبدأ يحصل تطور، والناس تبدأ تفكر في مشاريع وفي سياسة واقتصاد وعلوم. وكانت القهوة هي الشرارة اللي عملت منها التقدم في أوروبا، وده بيسموه البتر فلاي افكت، اللي هو إيه؟ اللي هو تأثير الفراشة. الفراشة تحرك جناحها، تعمل اضطراب في الهواء اللي حوالين الجناح، اضطراب خفيف جدا. الاضطراب ده مع الوقت ومع المسافات يتراكم لغاية ممكن يعمل عاصفة في بلد تانية. وعلى فكرة البتر فلاي افكت ده تأثير علميا صح وموثق يعني. فاوعى تستصغر عادة صغيرة بتعملها في حياتك ممكن تغير حياتك وحياة أجيال بعدك كمان. يعني أنا هقول لكم مثلا كلمة ممكن تغير حياتك. في مرة كنت في كلية العلوم، لما كنت في سنة أولى، وداخل الكلية على أساس إن أنا أطلع من الأوائل وأتعين معيد في الكلية يعني. وإذ أفاجأ في سنة أولى كل مواد الرياضيات أخدها مقبول. طبعا دي كانت صدمة بالنسبة لي، وانا مش عارف اقول ايه الحاج ابراهيم والدي يعني. فكان زمان كان في كباين مينيتل، تمام؟ طبعا جيل زد وجيل الفا ما تدروش انتوا على الكلام ده. كان في الشوارع في كباين مينيتل ممكن نتصل بيها يعني. فبكلم والدي على التليفون لانه ما كانش يعني ليا وش اروح اقابله وجها لوجه واقول له النتيجه يعني. فكنت مكسوف فكلمته على التليفون، فبقول له والله الامور حصل كذا كذا كذا. راح قال لي كلمه واحده، قال لي انا بعت جنا راجل وانا واثق فيك. الكلمة دي غيرت حياتي تقريبا يعني، حرفيا غيرت حياتي. انا قعدت بعدها ما كلمتش حد، قعدت انا مصدوم. انا متوقع منه بقى يبكتني شوية، انت ما عملتش اللي عليك، انا بعتك تطلع الاول، انت الكلام اللي احنا بنقوله لاولادنا ده. الكلمة دي لا، انا هزتني من جوه، انا عارف كأنه حد ضربك كده بحاجة فوق راسك. فقعدت، طب انا عملت ايه غلط الترم اللي فات؟ كنت بروح في اجازه الويك اند او الاجازه الاسبوعيه العب كوره مع اولاد خالي، طب لا اقلل شويه من الموضوع ده. في الكليه ابدا ادخل المكتبه واقرا كتب في الموضوع بتاعي اكتر. وبعدين تخيلوا من سنه تانية لسنه رابعه، الطالب اللي كان جايب مجابيل ده ويعني ممكن يتخرج بتقدير عام مقبول وما يلقاش وظيفه وحياته تبقى، من سنه تانية لسنه رابعه درست 49 ماده، 47 منهم امتياز واثنين جيد جدا يعني، حتى ما جبتش جيد بعدين. والحمد لله بقيت الاول على الكليه، تعينت معيد دكتور في الجامعه. فتخيلوا كلمه واحده ممكن تغير حياتك بالكامل. فاوعى تستصغر كلمه بتقولها لاولادك. يعني ابنك ده اللي بتقول له يا غبي او مش عارف مين، الكلمه دي ممكن هو فعلا يفكر ان هو غبي، في حين ان انت لو قلت له انت ذكي، انا بثق فيك، انت وايه ده، الولد ممكن ثقته في نفسه تتغير، سلوكه يتغير، اداؤه الدراسي يتغير، تقديره يتغير، شغله يتغير، حياته تتغير، اولاده يتغيروا. يعني ممكن بكلمه تغير اجيال. الكلام ده مش انشاء والله. خطوه بسيطه ممكن تاخدها تغير حياتك وحياه اجيال. يعني انا افتكر زمان كنا قاعدين في الاستراحه في جنة، انا وزميلي الدكتور محمد السيد، وخلاص اخذنا قرار ان احنا هنذاكر لغه، تمام، لوحدنا وبدون اي تدريب ولا كورسات ولا اي حاجه. معنا كمبيوتر هنذاكر عليه لغه انجليزيه يعني. فبدانا نذاكر انا وهو، ودخلنا امتحان الايلتس ونجحنا فيه. وبعدين هو راح اليابان وانا رحت انجلترا، ومن وقتها بقى الكلام ده لي 14 سنه، لي انا في انجلترا لي 14 سنه، اولادي اتولدوا هنا وعايشين هنا. فممكن قرار تاخده يغير حياتك انت وحياه اولادك واجيال بعدك كمان. فالغرض من الفيديو الصغير ده انه اوعى تستصغر عاده بسيطه بتعملها، كلمه صغيره بتقولها ولا خطوه بتاخدها، لانه زي ما بيقولوا كده مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة يعني. البتر فلاي افكت. يلا جمعة مباركة، السلام عليكم.